الشيخ علي الكوراني يصرح بكفر الصحابة. مسألة أخرى يا شيخ عثمان، بالنسبة لتكفيرنا نحن لمن خرج عن الإسلام، أنا شارح لك إياها مرات ومرات، شارحها في البلتوك في مناظراتنا الكتبية معا. أنا قلت لك أن شيعة أهل البيت عليهم السلام يعتبروا أن الرد على رسول الله صلى الله عليه وآله كفر، والذين ردوا عليه أن يكتب كتابه كفروا. النبي أمرنا أن نعاملهم معاملة المسلمين لما قال ائتوني بدوات وقرطاس أكتب لكم كتابا لن تضلوا من بعدي أبدا، وردوا عليه كفروا، كلهم كفروا. سأل علي رسول الله صلى الله عليه وآله قال له ستغدر بك الأمة، ويرويها الحاكم سند صحيح، قال له أو أنزلهم في ذلك بمنزلة ردة أم بمنزلة ضلالة؟ قال بمنزلة ضلالة. إلى المسلمين النبي قال عاملهم مسلمين، كلهم نحن نعاملهم معاملة المسلمين، ولا نكفر إلا من نصب العداوة بحسب الصحاح عندكم يا شيخ عثمان. أنا حددتها فقط، ما قلت في الصحابة، قلت اللي رفضوا كتابة الخطاب قلت هم ايش حكمهم؟ قلت انا باتفاق المسلمين الراد على رسول الله كافر، باتفاق المسلمين. تقول يعني الذين ردوا عليه ان يلتزموا، هو ليش طلب منهم ائتوني بدوات وقرطاس؟ يعني التزموا بتنفيذ الكتاب اللي راح. طيب يعني هل تقصد يا شيخ الكوراني، هل تقصد انه يعني عمر بن الخطاب وابو بكر الصديق واخرون داخلين في هذا السياق؟ شوف يا عيني، اسمع علي انت، اقول كل من رد على رسول الله فقد كفر. انا بسألك سؤال، انا اسألك بشكل ابسط جدا، هل تقصد ان الخليفة الراشد الاول والثاني من هؤلاء الذين تتحدث عنهم في سياق الكفر؟ يعني من اللي النبي قال نعاملهم معاملة مسلمين، وإلا بإجماع المسلمين الراد على رسول الله كافر. أخي هم بالنسبة لأغلبية المسلمين صح يجمعوا لأنهم لا بتقول لك يا شيخ الكوراني، أنا حديث فرصة تشرح الأمر. أغلب المسلمين يتقربون إلى الله بحب هؤلاء، يعني كثير أغلبية السابقة يقول 800 مليون شخص. في عندنا عنوان أولي وعنوان ثانوي، انت ما بتعرف العنوان الاولي والثانوي، خليه هو يجاوبني. بالعنوان الاولي كل من رد على رسول الله كفر. اوكي شيخ الكوراني ان شاء الله الوقت الحصه هذه انتهى، بنواصل بكره، حيرد عليك الشيخ عثمان الخميس.